بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الدرس سأجيب على سؤال يطرحه الكثير من الشباب اليوم، وهو: ما حكم العمل والتوظيف بالشهادة التي حصل عليها صاحبها بالغش أو بالرشوة، سواء كانت رشوة النفوذ أو رشوة النقود؟ هذا عنوان هذا الدرس أو عنوان هذا السؤال. وأقرأ عليكم السؤال كما جاءني. سائل يسأل يقول: عندما كنت طالبا أغش كثيرا في الامتحانات وأنقل عن الغير، وأحيانا أبحث عن الوسائط ولو بالرشوة، فلما نجحت وحصلت على العمل والوظيفة وأنا الآن طبيب، هكذا يقول، وأنا الآن طبيب، وقد هالني الأمر وأوقعني في حيرة وفي حالة نفسية مزرية، فهل وظيفتي حلال؟ وهل راتبي الشهري الذي أخذه مقابل عملي حلال؟ جبني من فضلك. هذا نص السؤال. الجواب والله الموفق للصواب سيكون في 3 نقط. النقطة الأولى: كثير من الشباب يشكو من هذه الحالة حينما يستيقظ ضميره وينتعش إيمانه، وهذا في الحقيقة خير. هذه ظاهرة صحية، لأن هذه الحالة، يعني استيقاظ الضمير وانتعاش الإيمان في قلب الإنسان، عبارة عن ركن من الأركان ال3 للتوبة، وهي الندم والإقلاع وعدم العودة. وأقول لهذا السائل: فلا أن تتوب نادما ولو متأخرا خير من ألا تتوب فتبقى على الذنب مصرا. والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية: الحصول على الشهادة بالشكل المذكور في السؤال يشتمل على محظورات وممنوعات ومحرمات شرعية خطيرة، منها شهادة الزور فهي حرام، ومنها الغش، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. منها الرشوة بنوعها، ونحن حينما نذكر الرشوة نذكر رشوة النقود فقط، الفلوس، وهناك رشوة أخرى مثلها، وهي رشوة النفوذ والزبونية. وهذه الرشوة اتفقت جميع الأمم، سواء كانت رشوة النقود أو رشوة النفوذ، على أنها ممنوعة. فيقول الله سبحانه وتعالى في رشوة النقود: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وقال سبحانه في رشوة النفوذ والزبونية، وعرفتني وعرفتك، والتليفونات المشبوهة، ماذا قال الله سبحانه وتعالى في هذا؟ ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها، أي ثقل يأخذ نصيبه من هذه الشفاعة السيئة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشية والمرتشية وأيضا الرائش. تشتمل على الرشوة، وتشتمل أيضا على انتحال الصفة بغير وجه حق، وهو جريمة يعاقب عليها الشرع والقانون. قال الله تعالى: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء. وقال سبحانه: ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا
فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. إذن هذه النقطة الثانية، هذه حصول الشهادة بهذا الشكل في هذه الجرائم وغيرها. النقطة الثالثة، أما العمل بها والحصول على الوظيفة بناء عليها فلا يخلو من حالتين. الحالة الأولى، إذا حصلت على الشهادة بالغش والتزوير أو برشوة النقوذ أو رشوة النفوذ ولا علم لك بما تدل عليه هذه الشهادة، بحيث لم يكن لديك من العلوم ما تستحق به هذه الشهادة، ثم اشتغلت في وظيفة لا تتقنها أو نزعتها ممن هو أولى بها منك، فتضر حيث يطلب منك أن تنفع وتضيع حقوق الناس، وقد تكون من الحقوق الصحية كالطبيب ومن الحقوق الدينية، فعملك في هذه الحالة باطل لأنه بني على باطل، وراتبك الشهر حرام لأنك تحشر أنفك فيما لا تعرف وتعمل في غير تخصصك وتتدخل فيما لا يعنيك وتتعاطى شيئا لا علم لك به. فلو تصورنا على سبيل المثال طبيبا تخرج بالغش ولا يعرف في الطب شيئا، أفلا يشكل خطرا على الصحة العامة؟ والدواء في غير محله نوع من السموم، حينما يعطي هذا الطبيب دواء في غير محله هذا نوع من السموم. وفي الحقوق الدينية نحن ما نعاني اليوم في الحقل الديني إلا من أولئك الذين يتصدون للفتوى والتعليم والإرشاد، ومبلغ علمهم لم يتجاوز المطويات، ولا يعرف في المطولات من الكتب الفقهية وكتب الحديث والتفسير شيئا، فيضلون ويضلون. وليقاس ما لم يقال على الطبيب وعلى الحقوق الطبية أو الصحية والدينية. واحترام التخصص في الإسلام فرض، وممارسة أي شيء من غير علم حرام في الإسلام. والآية القرآنية الكريمة الدالة على ذلك كثيرة، منها قول الله سبحانه وتعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله شيئا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أن تقولوا على الله ما لا تعلم، أن يقول الإنسان ما لا يعلم وأن يمارس ما لا يعلم. ويقول الله سبحانه وتعالى أيضا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في كل مجال، في الطب حينما يتدخل الفقيه مثلي في الطب ويعطي النصائح الطبية، هذا لا يجوز، حرام عليه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويقول سبحانه: ولا تقف، أي لا تتبع ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ويقول سبحانه أيضا: فاسأل به خبيرا، المتخصص الخبير في أي مسألة فاسأل به خبيرا. ويقول سبحانه أيضا: ولا ينبئك مثل خبير. هذه الحالة الأولى بالنسبة لمن يدخل فيما لا يعرف، هذا حرام عليه. الحالة الثانية: إذا حصلت على الشهادة بالغش أو الرشوة ولكنك تتمتع بقسط من العلم تكون به أهلا لها ومستحقا لها، فإنك إن حصلت على وظيفة بها وأنت تعرف كيف تؤدي واجبك فيها، بل وتؤدي واجبك فعلا من غير غش ولا خيانة، واجبك كاملا سواء في الطب أو في مجال الحقل الديني أو في غيرهما، فراتبك الشهري أرجو أن يكون حلالا، أرجو أن يكون حلالا، لأنه في مقابل عملك وقد أديته كاملا. فيجب عليك
أن تتوب إلى الله عما مضى منك من الغش والرشوة والزور، وتستغفر الله، وأن تستغفر الله تعالى، الله غفور رحيم. والسلام عليكم ورحمة الله